حاجات كان نفسي حد يقولها لي وانا رايح اولى جامعه، وده الجزء الثالث. فتره الكليه مش للمذاكره. ايوه بالظبط زي ما سمعت، فتره الكليه للتعلم. احنا بنذاكر وبنحفظ حاجات معينه وبنبصمجها وبنحل عليها عشان ندخل امتحان ونقفله ونجيب درجات عاليه. انما التعلم انا بتعلم وبطبق وبتدرب علشان ان شاء الله اشتغل بالحاجه اللي انا بتعلمها دي، او لو احتجتها بعدين ابقى انا فاكرها وفاهمها كويس جدا. وللاسف المفروض ان الاتنين واحد، بس يعني عايز اقول لك ان انت خلاص هتبقى حر. يعني انت محدش هيقف فوق دماغك زي ثانويه عامه لازم تذاكر 5 ساعات 6 ساعات تحل الكتاب ده تعمل ده تجيب الدرجات دي. مفيش الكلام ده خالص، الا لو انت قررت ان انت تتعين في الجامعه فتضطر ان انت تضغط على نفسك شويه وتذاكر اكتر. بعض الحاجات هتبصمجها اكتر، وحاجات كده ان شاء الله نتكلم عنها بعدين عشان تجيب جي بي اي عالي. ولكن التعلم ان انت تتعلم براحتك، خلاص محدش يقف على دماغك. فلازم ان انت تكون رقيب نفسك، تتعلم، تطور من نفسك، تتعلم مهارات جديده، تفهم المجال بتاعك كويس جدا، تبدا تتدرب عليه، تاخد فيه كورسات علشان وانت في سنه ثالثه او في سنه رابعه على الاقل تكون في فرصه تدريب، مش تبقى لسه بتتخرج. وهي الكليه بتاعتي كانت بتتكلم عن ايه؟ لا، من اول سنه قرر انت رايح فين وابدا خد كورسات في المجال ده ودرب نفسك عليه كويس جدا جدا. وما تنساش تعمل لي فولو عشان نشوف باقي الفيديوهات الجايه.